أنفقت الجزائر ملايين الدولارات من أجل استمالة مواقف دول وشركات وتكتلات وجماعات الضغط للتأثير على المصالح المغربية، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخل القارة الإفريقية. في إفريقيا خصصت الجزائر وفقا لما نقلته جونافريك 3 ملايين دولار لتمويل أنشطة تهدف إلى مواجهة السياسة الخارجية المغربية في القارة من خلال الاعتماد على شبكات الضغط ووسائل الإعلام. كما خصص النظام العسكري الجزائري ميزانية مهمة لتمويل رحلات متنوعة وهدايا ومنح دراسية، وكذا إقامة منتديات ومؤتمرات لمناقشة دور الجزائر في محاربة الإرهاب وفقا لما نقلته مغرب انتليجنس. وتركز هذه المؤتمرات بشكل خاص على الدفاع عن جبهة البوليزاريو الانفصالية وترسيخ هذه القناعة في أذهان النخب الإفريقية. كما كانت هناك خطة لتأسيس صندوق جزائري مخصص بشكل أساسي لغرب إفريقيا، وهي منطقة حساسة للمغرب والجزائر وفقا لما نقله المصدر نفسه. ومن المعروف أن حكومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أنفقت الكثير من الأموال على استئجار خدمات شركات علاقات عامة مختلفة في العاصمة الأمريكية واشنطن. وفيما روجت مواقع ولوبيات مقربة من الجزائر عزم وزارة الدفاع الأمريكية البحث عن مواقع بديلة لأكبر تدريبات عسكرية في إفريقيا وسط ضغوط في مجلس الشيوخ لإبعاد المغرب عن موقعه كمضيف سنوي للتدريبات، فإن كل تحركات واشنطن في إفريقيا والساحل تعكس ثقة أمريكا في الرباط كشريك مهم وضروري للأمن الدولي. ووفقا للوثائق المقدمة إلى وزارة العدل، عقدت هذه الحكومة خلال النصف الأول من عام 2020 23 اجتماعا مع مسؤولي وزارة الخارجية وأعضاء الكونغرس، وركزت هذه التبادلات وفقا لما نقلته جونافريك على العلاقات الجزائرية الأمريكية واحترام حقوق الإنسان وحق تقرير المصير.